السلام عليكم. النهارده هعمل كبده اسكندراني بس جميله قوي. طبعا اول حاجه ببقى مجهزه الثوم المفروم وفلفل اخضر علشان يديها ريحه. طبعا بقوم ضايفه للزيت السخن وعلى طول بضيف له الكبده ما بتتغسلش علشان فايدتها ما تقلش، ما تروحش. قبل ما الثوم والفلفل الاخضر يدبل بكون ضايفة بسرعة جدا الكبدة، يدوب ريحته بس تبدأ تظهر. ده بيخلي ليها ريحة حلوة متبقاش فيها زفرة ولا أي حاجة. وبعد كده بضيف البصل والتوابل، ملح وفلفل وشطة وكمون وكزبرة وقرفة وتوابل بهار اللحمة أو السبع بهارات. وبقلبها كده وبضيف لها كوباية مية علشان البصلية دي تستوي. بمجرد بعد ما لون الكبدة يتغير يبقى لونه اللي هو الرمادي ده او البني، بقوم ضيفه له المية اللي هتسوي البصلة. واول ما يبدأ ان هو بعد التسوية كده بياخد ريحة التوابل والبصل والفلفل، ممكن بقى بعد ما يستوي اضيف له فلفل. اما اهي المية دي كوباية مية تسوية البصل. لما تستوي خالص ممكن اضيف بصل احمر اخضر واحمر اول ما اطفي. طبعا انا ضفت الليمون بس ما اتصورتش، الليمون لازم نضيفه. ممكن حابة تضيفي معلقة صلصة ماشي مش هتبان، حابة تحطي تضيفي لها صويا صوص ماشي. بس ده اساسي كده. وفي الاول بتضيفي لها ليا مع الزيت فبيبقى طعمها حلو قوي، والكاميرا مش ظاهرة لونها، هي لونها بني. جربوها. وده برضو فيديو سريع علشان بحاول ارجع الاعلانات بتاعتي. واستودعكم الله.